اخيرا بعد انتظار سنين كتير قوي مستنيين الموضوع ده اشتغل الاي سيم في مصر، والاربع شركات اعلنوا عن تشغيل خدمه الاي سيم يوم 5 اللي فات، يعني من يومين كده. فطبعا مستخدمين الايفون يعني احنا شغالين بشريحه واحده على طول، ما عدا الناس اللي بتشتري النسخه بتاعت الصين، ولكن احنا على طول شغالين بشريحه واحده، ولاول مره هنشوف تليفوننا شغال بخطين. طبعا انا عملت فيديو قبل كده يعني ايه اي سيم وشرحت القصه دي كلها، ولكن النهارده بقى انا هكلمك في ازاي هنفعلها وايه مميزاتها وعيوبها، وهحكي لك تجربتي كامله مع الموضوع. وعارف ان انا يعتبر اخر واحد اتكلم عن الاي سيم، ولكن ده لان انا كنت الفتره اللي فاتت الثلاث ايام اللي فاتوا دول كنت قاعد بجرب الموضوع بنفسي، وعايز اقول لكم ان انا اعتمدت على الخط اللي انا عملته اي سيم زي ما هحكي لكم كمان شويه. اعتمدت عليه بشكل كامل واستخدمته في النت، استخدمت مكالمات، استخدمت كل حاجه، ويعني حرفيا هلكت التليفون، بحيث اجي انقل لك التجربه كامله واقول لك ايه المميزات وايه العيوب وتاخد بالك من ايه وانت بتفعل الاي سيم. فيلا بينا نشوف الموضوع ده، بس ما تنساش انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. تعالى ايه نعرف كده ايه حكايه الاي سيم. طيب خليني في البدايه كده اقول لك ايه هي الاي سيم سريعا. انا كنت شرحت الموضوع ده في الفيديو اللي فات، ولكن انا هقولها لك سريعا. فكره الاي سيم ان هي بتبقى شريحه مدمجه جوه البورده نفسها، شريحة هي بتبقى موجودة في التليفون، يعني مش حاجة انت بتشيلها وتحطها، لا هي بتبقى بتتخزن على البوردة نفسها، زي الميموري كده بتاعت الموبايل بالظبط. بتاخد المعلومات بتاعت الخط بتاعك اللي انت شركة الاتصالات بتديها لك وبتتسجل على الشريحة دي. طيب ده ايه مميزاته وايه عيوبه؟ خلينا نتكلم واحدة واحدة، وتعالى نتكلم عن مميزات الاي سيم اللي هي موجودة في العالم كله، واللي هي انت هتستفيد بيها برضو، لان العيوب اللي عندنا هي عيوب موجودة في مصر بس، يعني هي مش موجودة في حتة في الكوكب. فتعال نتكلم الأول عن المميزات. أول ميزة وهي بما إن الشريحة مدمجة جوه التليفون، فده هيخلي فرصة إن التليفون بتاعك لو ضاع لا قدر الله أو اتسرق تعرف تجيبه. بجد بيوتيفول قوي جميله. عمرك والله اخبارك؟ ده ايفون 15 تفاحه. لأن الحرامي أول حاجة بيعملها إنه بيقوم جاي شايل البيت بتاع الخط، رامي الخط وشكرا. فأنت ولا بتقدر تتتبع التليفون ولا بتقدر تعمل حاجة، والموضوع بياخد منك مجهود كبير. لكن في وجود الاي سيم ده يضمن لك ان التليفون بتاعك لو اتسرق، ضاع، حصل اي حاجه، كده كده النت هيفضل شغال عليه، وهتقدر ان انت تتتبعه بسهوله، سواء بقى من فايند ماي لو انت ايفون او ايا كانت الوسيله بتاعتك. فطبعا دي ميزه قويه، وميزه عشانها ممكن اروح اعمل الاي سيم، وده السبب اللي خلاني رحت عملت الاي سيم. دي اول نقطه. تاني نقطه وهي ان تليفونك يقدر يشيل لحد 10 خطوط. الشركات بتقول 8، ولكن في بعض الموبايلات بتشيل لحد 10. كده كده انت مش هتحط ولا 8 ولا 10، بس خصوصا في مصر لان الموضوع مكلف شويتين، ده هنتكلم عنها في العيوب. فطبعا دي ميزه قويه، اللي هو لو انت بتسافر او بتتحرك كتير فهتقدر ان انت تنقل ما بين الخطوط بتاعتك من غير بقى ما تقعد تشيل في شريحه وتحط في شريحه. يعني انت مثلا لو سافرت دوله بره مصر ورجعت تاني، انت كده كده خطك المصري موجود اي سيم على التليفون، مجرد ما هتعمل سويتش وخلاص. ولكن معلومه ليك، انت تقدر تشغل شريحتين بس مع بعض، سواء كان شريحه فيزيكال اللي هي الشريحه اللي بتبقى موجوده اللي هي القديمه بتاعتنا مع واحده اي سيم، او الاتنين اي سيم. فانت تقدر تشغل اتنين بس من التمانية او العشرة اللي انت ناوي تركبه. في ميزه كمان، ولكن هي ميزه يعني بسيطه خالص، وهي ان استهلاك البطاريه بيكون اقل شويه من السيم العاديه، لان هي بتكون حاجه مدمجه في البورده، فبيكون يعني استهلاك الطاقه اقل شويه، ولكن بيبقى اقل بفروقات يعني بسيطه ما فيهاش حاجه. ده غير ان الشريحه اللي بره هي بتتعرض للخرابيش، بتتعرض ان هي يحصل فيها اي حاجه، فممكن تلاقي الجوده بتاعتها مش زي جوده الاي سيم. فانت لما بتشغل الاي سيم انت فعليا بتاخد يعني اقصى قدره للتليفون بتاعك مع اقصى قدره للبرج بتاع التقويه اللي جنبك، على عكس الخطوط العاديه اللي هي ممكن يكون الخط نفسه فيه مشكله. لكن في وجود الاي سيم مفيش حاجه اسمها ان الخط فيه مشكله، دي يبقى التليفون كله فيه مشكله، ولكن الموضوع بيكون كشبكه افضل شويه من الخط العادي. طيب هتقول لي يا عم احمد انا عجبني الكلام بتاعك وعايز اعرف هو كل الموبايلات فيها القصه دي؟ هقول لك لا. اول حد بدع الموضوع بتاع الاي سيم ده هي كانت جوجل في اجهزه جوجل بيكسل، وبعد كده بقى الايفونات بقى وسامسونج يعني كل الشركات بدات ان هي تحط الاي سيم في البورد بتاعتها بتاعت التليفونات. هل موبايلك بيدعم ده ولا لا؟ ببساطه هتفتح التليفون بتاعك، وخليني افتح معاكم التليفون. ببساطه هتفتح التليفون بتاعك، بعد ما تفتح التليفون، وطبعا انا بشرح على الايفون لان ده الجهاز اللي معايا حاليا فيه اي سيم، ولكن نفس الخطوات هتعملها في الاندرويد. تفتح السيتنجز، بعد كده هتدخل على الشبكات بتاعتك، بعد كده هتلاقي
في اد اي سيم. لو لقيت حته اد اي سيم او اضافه بطاقه مدمجه ايا كان المسمى بتاعها لو انت عاملها بالعربي، ده معناه ان تليفونك بيدعم الاي سيم. طيب بتعمل ايه؟ بتدوس على اد اي سيم. يعني انا دلوقتي هدوس معاك وهو على اد اي سيم. بعد ما بتدوس عليها بيطلع لك الشاشه دي وبيقول لك هل انت عايز تنقل الاي سيم بتاعتك من تليفون تاني ولا انت هتستخدم كيو ار كود. طبعا هتدوس على كيو ار كود وده اللي بيديهولك شركه الاتصالات. طيب احنا مش عايزين حاجه من التليفون ده. طيب انت دلوقتي اتاكدت خلاص ان تليفونك بيدعم اي سيم وعايز تروح تعمل الموضوع ده. ايه بقى العيوب اللي هتقابلها وتحديدا في مصر؟ يعني انا مش هكلمك عن عيوب الاي سيم في العموم لان هي ملهاش عيوب يعتبر. يمكن العيب الوحيد بتاعها ان انت لو حبيت تخلع الشريحه ده اوبشن مش موجود، ولكن ده ما يعتبرش عيب لان انت في معظم الدول هو تليفونات اصلا، يعني دوله زي امريكا مثلا التليفونات بتنزل اي سيم بس، فهي فعليا ملهاش عيوب. ولكن العيوب بقى بتاعتها في مصر، اولا سعرها غالي. يعني انت هتلاقي ان كل الشركات اورنج وفودافون واتصالات طبعا نايمه لسه في السكه. يعني تروح لفرع يقول لك شغاله وفرع تاني يقول لك لا ما نعرفش حاجه عن الموضوع، فاتصالات اركنها على جنب. الفروع دي لو عايز تغير الشريحه بتاعتك اللي هي معاك فعلا وعايز تخليها اي سيم بتدفع 300 جنيه. طب لو هتشتري شريحه جديده ب 350. طيب بالنسبه لوي فانت لو هتغير الشريحه بتاعتك ب 270 ولو هتشتري شريحه جديده ب 330. والميزه في وي ان هي ما بتجبركش على ان انت تشتري باقه معينه او حاجه. لا، لو انت هتشتري خط جديد اشتري خط عادي زي ما انت عايز وبيبقى على نظام 12 قرش، ما عندكش مشكله. لكن في الشركات التانية يقول لك لازم تشتري خط مثلا ريد، لازم تشتري مش عارف ايه ده لو انت راح تشتري جديد يعني. فطبعا دي ميزه يعني تتحسب لوي. فيعني لو انت معاك خط وي وعايز تروح تجرب الاي سيم انا انصحك ان انت تروح على وي، خصوصا ان الموضوع هيكون سريع معاك وهتتفاعل معاك يعني وانت قاعد في 5 دقايق. بعد وي جت اورنج، واورنج بصراحه عندها ميزه قويه وانا عملت عند اورنج بالمناسبه. انا لفيت على ال4 شركات عشان اعمل لكم الفيديو ده، ولكن اورنج هي كانت افضل شركه فيهم في الموضوع ده بسبب ان هم مخلين ان انت تقدر تعمل ده من الابلكيشن وانت قاعد في البيت عادي، ولكن بتكون اغلى شويه. يعني هو بيخصم 300 جنيه رصيد صافي. شوف انت بقى 300 جنيه دول اللي هم هتشحنهم بكام؟ هتدفعهم 420 430 حاجه زي كده. فلو انت مش عايز تنزل من البيت فتقدر تعمل ده من اورنج، ولكن باقي الشركات انت لازم تروح للفرع. بالنسبه لفودافون فانت تقدر تعمل الاي سيم من على الموقع بتاعهم، ولكن لو هتشتري جديد بس، ولو هتشتري خط ريد ما عندكش اوبشن تاني. فيعني في كل الاحوال انت روح على الفرع احسن وارخص. حتى لو اورنج روح على الفرع. انا شخصيا رحت على الفرع وبصراحه يعني هم كانوا احسن حد في القصه دي. يعني انا اول ما دخلت انا عايز اعمل الاي سيم، تمام اتفضل اتفضل تمام، و ادوني الاي سيم بتاعتي وادوني كيو ار كود عملت له سكان. احكي لكم الحكايه دي كلها. ولكن في اورنج كانوا الموظفين فاهمين ده. دخلت اتصالات مثلا قبل ما ادخل لاورنج، الموظف نفسه مش عارف يعني ايه سيم اساسا، وده يطلع ايه ده؟ اللي هو صباح الفل. عديت على فودافون لقيتهم يعني بيضربوا في بعض والدنيا زحمه، فاجلت فودافون شويه. رحت لهم بعدين فروع وفروع لا، يعني فروع فاهمه ايه ده وفروع تانية مش فاهمه ايه ده، ويعني الدنيا بايظه خالص. الشركتين اللي رحت لهم وكانوا فعلا يعني كان في احتراف في تقديم الخدمه وكانوا فاهمين هما بيعملوا ايه كانت اورنج ووي. فلو انت هتعمل اي سيم لو رحت اورنج او وي يعني هترتاح. في بقى نقطه هنا صغيره في العيوب، وهي ان الكيو ار كود يعني هو بيقوم جاي طابع لك ورقه كده، طبعا بيديك البتاع دي فيها الارشادات والكلام الفاضي ده احنا مش عايزينه في حاجه، ولكن بيقوم جاي طابع لك ورقه كده فيها ايه كيو ار كود اهو. بس طبعا انا مش هوريكم الكيو ار كود عشان ما حدش ياخد الخط بتاعي. بيقوم جاي طابع لك ورقه فيها الكيو ار كود. بالمناسبه الورقه دي صلاحيتها 5 ايام، يعني انا بالنسبه لي دي كده ملهاش عازه، مالكش دعوه بيها. شكرا. ولكن انت ما تعملش كده، اتطبع لك الكيو ار كود خده معاك، خليه معاك، لان غالبا وبنسبه كبيره موضوع ال5 ايام ده هيلغوه، هيبقى متاح معاك مدى الحياه عادي زي اي بلد في الدنيا. انت اي دوله الكيو ار كود ده متاح معاك. طيب بالنسبه لاورنج هم بيطبعوا لك كيو ار كود. بالنسبه للشركات التانية يعني مثلا فودافون او وي بيبعتوا لك على الميل. اتصالات ما اعرفش، اتصالات كل الفروع اللي رحتها يعني الدنيا في الطراوه. الشركتين التانيين ممكن يطبعوا لك او يبعتوا لك على الايميل. في اورنج بيدوك الكيو ار كود مطبوع،
وانا افضل موضوع انه يبقى مطبوع ده، عشان لو خلاص قرروا ان هو ما يبقاش فيه 5 ايام ولا بتاع، يبقى الكيو ار كود معاك تقدر تستخدمه في اي وقت. طب ده معناه ايه بقى؟ معناه ان انت لو فرمطت الموبايل، غيرت الموبايل، حصل اي حاجه، هتروح تدفع 300 جنيه تاني. ولكن في هنا ايه تركايه كده صغيره، انا هجربها في نفسي الاول، مش مشكله هضحي بالخط بتاعي بس هجربها عشان انقل لكم التجربه دي. وهي ان انت لو معاك ايفون، هل الاي سيم بتتنسخ على الاي كلاود؟ ولما تيجي تعمل باك اب، لما تيجي تعمل ريستور، بترجع معاك؟ ولا بتروح وبتضطر انك تشتري يعني تدفع 300 جنيه تاني وتشتري الخط تاني؟ دي انا هجربها واعمل لكم بيها فيديو مخصوص. طيب ده معناه ايه؟ معناه ان انت لو حبيت تفرمط الموبايل بتاعك، ما تعملش يعني استعادة ضبط مصنع بالكامل، لا، انت بتعمل يعني حذف للملفات مثلا، اعادة ضبط اعدادات وهكذا، لكن ما تعملش يعني ضبط مصنع بالكامل لحد ما انا اجربها واقول لك التجربه هتبقى عامله ازاي. دي اول نقطه. تاني نقطه، انت لو دخلت وعملت ريموف اي سيم بايدك، انت هنا لازم هتروح تشتري خط جديد، فما تعملش ريموف اي سيم. وموضوع الفورمات ده انا هجربه واقول لكم عليه. وفي نقطه تانية، يعني هي الفكره جات لي ان انا مثلا لو حبيت افرمط الموبايل، طب ما انا ممكن انسخ الاي سيم دي على ايفون تاني، افرمط الايفون بتاعي بعد كده ارجع الاي سيم بتاعي. في ناس جربتها وما اشتغلتش معاها، ولكن انا ما بعترفش بكلام حد، انا هجربها بنفسي وهنقل لكم التجربه كامله بقى في فيديو تاني غير الفيديو ده. طيب في سؤال هيجي في بالك، وهو لو انا شلت الشريحه دي، يعني لو انا عملت الاي سيم وشلت الشريحه اللي كانت موجوده في الجهاز، هل اقدر ان انا استخدمها تاني؟ او ينفع ان انا اشغل شريحتين؟ هقول لك لا، الشريحه اللي انت شلتها من الجهاز دي ارميها بقى خلاص، ملهاش اي لازمه. يعني لو افترضنا ان انت بعد كده حبيت ان انت تلغي الاي سيم ده خالص وتخليه شريحه زي ما احنا متعودين، هتروح تطلع واحده جديده، لكن اللي معاك دي ارميها في الزباله، ملهاش اي لازمه، خليها معاك تذكار يعني. ارميها بالزباله. خلاص معلش، خلاص بقى معلش، خش. طب انت لو عملت ريسيت للنتورك سيتنجز، هل ده معناه ان الاي سيم هتروح؟ دي هبده منتشره قوي على النت، ولكن هي مش حقيقه، مش هتروح ولا حاجه. انت يا دوب بتعمل ريسيت يعني اعاده ضبط، ولكن مش بتعمل ريموف، عشان بس الناس مختلط على الامر. فعادي ان انت تعمل ريسيت بس ما تعملش ريموف. باختصار هم حالتين اللي هتحتاج ان انت تدفع فيهم 300 جنيه تاني لو رحت ان انت تعملها يعني. الحالة الأولى إن أنت تعمل بإيدك ريموف للإي سيم، وهنا أنا معرفش أنت ليه ممكن تعمل حاجة زي كده. الحالة التانية وهي إن أنت تضطر إنك تغير موبايلك، إن أنت هتبدل موبايلك كله. ولكن في حالة الفورمات لسه هتأكد من الموضوع ده بنفسي. أما في حالة الريسيت سيتنجز فأنا جربتها بنفسي، ودي لا عادي تقدر تعمل ريسيت سيتنجز من غير أي مشكلة. طيب سؤال تاني هيخطر في بالك، هل الساعات اللي فيها إي سيم والآيباد والأجهزة دي شغالة في مصر؟ الإجابة لا، لسه ما مش شغالة. ليه؟ لان عايزين يعملوا موضوع ال5 ايام والقصص دي عشان انت تروح تشتري يعني. بس هو انا اظن ان متوقع جدا ان القصه دي كلها تنتهي يعني قريب، اللي هو هيخلي لك الكيو ار كود شغال معاك على طول. طيب في مشكله هتقابل كتير منكم وخصوصا اللي معاهم ايفون 16. ايفون 16 هو فعليا يعني انت تقدر تربط النقطه دي بالنقطه بتاعت ان مصر مش هتسمح بدخول اجهزه من بره غير لما تاخد موافقات وكلام زي كده، الموضوع اللي انتوا يعني سمعتوه كتير، او تدفع عليه يعني الرسوم بتاعته والضرايب بتاعته. فايفون 16 هو فعليا ما كانش لسه دخل مصر، يعني هو فعليا لحد دلوقتي ما نزلش عند سويتش بلس ولا تريد لاين، فبالنسبه لهم هو كده مش رسمي ان ايفون 16 موجود في مصر، ده مش رسمي. فلو انت جبت ايفون 16 احتمال كبير وانت بتعمل الاي سيم ما تشتغلش عندك، ما تقبلهاش. ليه؟ لان البلد مش معترفه اصلا ان في ايفون 16 نزل، فدي مشكله ممكن تقابل بعضكم. يعني انا قابلتها كتير، انا الايفون اللي معايا 15 فما اعرفش يعني الناس اللي معاها 16 قابلت المشكله دي ولا لا، ولكن انا شفت كتير في يعني ناس كتير اعرفها هي اشتكت ان الاي سيم ما اشتغلتش عندهم عشان معاهم ايفون 16. فبرضو الموضوع ده يعني ايه، هجرب فيه بنفسي واقول لكم الدنيا فيها ايه. طيب ملخص بقى الفيديو، اولا كده الشريحه سعرها غالي، فما تعملهاش غير لو انت محتاجها فعلا. لو انت شايل ايفون ومتعذب بموضوع شريحه واحده ده، انا بالنسبه لي كانت يعني امنيات حياتي ان الاي سيم تشتغل، لان انا ماشي بشريحه واحده وبضطر ان انا امشي ب3 موبايلات عشان الموضوع ده. لكن دلوقتي خلاص انا مش محتاج حاجه. ف يعني هي سعرها غالي، واظن ان سعرها لازم هينزل الفتره اللي جايه، ده شيء طبيعي بيعملوه في البدايه، اللي هو ميزه جديده او خدمة جديدة متاحة فبيرفعوا سعرها لأقصى قدر ممكن، بعد كده بيبدأوا ينزلوا السعر بتاعها. ده طبعا عشان يقدروا يجمعوا أرباح من الناس اللي هي متلهفة للموضوع، أو الناس اللي هي إيه تحب إن هي تبقى أبديتد دايما بكل حاجة. فالسعر مبالغ فيه. تاني نقطة، تعملها ولا ما تعملهاش؟ اعملها، ده لأمان تليفونك،
لامان تليفونك ولامان خطك. هتقول لي يعني ايه؟ هقول لك التليفون بتاعك لو اتسرق هتقدر ترجعه بسهوله. تاني حاجه امان للخط بتاعك، لان في بعض الموظفين ما بيبقاش عندهم ضمير ويقدر ان هو يسحب الخط بتاعك ويديه لحد تاني. لكن مع الاي سيم ده مستحيل، ده مستحيل انه يحصل، لان لازم يتم على التليفون وبالكيو ار كود، فقصه كبيره. حاجه كمان وهي الخط الاساسي بتاعك خليه موجود فيزيكال سيم مش اي سيم. هتقولي ليه؟ هقولك لان وارد التليفون بتاعك لا قدر الله يبوظ او يتكسر او تحب تصلحه او هتبيعه او ايا كانت المشكله، تليفون يا سيدي فصل شحن، فالخط الاساسي بتاعك اللي انت بتدير بيه حياتك كلها ومربوط عليه انستا باي والابلكيشنز البنوك والقصص دي كلها، خليه دايما فيزيكال. انت يوم ما هتعطل هتفك الخط وتركبه في تليفون تاني. فنصيحتي ليك اعمل الخط التاني بتاعك او الخط الثانوي هو الاي سيم، والخط الاساسي بتاعك خليه فيزيكال زي ما هو، وده اللي انا عملته في التليفون بتاعي. واخر حاجه هفكرك بيها ان انا هجرب موضوع الفورمات ده واقول لك وصلت لايه، ولكن بيبقى في خيار في الفورمات ان انت تحتفظ بالاي سيم، فهشوف الموضوع ده على الايفون الدنيا بتكون ماشيه ازاي، وهعمل لكم فيديو هنقل لكم بقى التجربه كامله. ملخص تجربتي مع الاي سيم 100، ولكن موضوع ال5 ايام ده هو الحاجه اللي معصباني. وبالمناسبه انت الورقه بعد ما بتستخدمها هو زي عود الكبريت، انت استخدمته مره خلاص بترميه. يعني انت معاك 5 ايام تفعل فيهم الخط، مش تعمل يعني مش تفرمط التليفون بعد ما تفعل الخط. اوكي. بمجرد ما تفعله الورقه ما بقاش ليها لازمه، عشان كده انا رميتها قدامكم. ولكن احتفظ بيها برضو، لان هم ممكن ينزلوا قرار اللي هو لا والله بقت متاحه معاك مدى الحياه، فانت لو عملتها ورميتها يعني انت هتعيط. يعني دي ملخص الحكايه. تعملها ولا ما تعملهاش؟ لا، روح اعملها، روح اعملها على الاقل حتى في خط انت مش محتاجه، بحيث انه يكون امان للموبايل بتاعك. لو عندك اي سؤال اي حاجه بتدور في بالك، يعني اتمنى ان انا اكون جاوبت على كل الاسئله اللي ممكن تدور في بالك، فلو عندك اي مشكله اي سؤال اي طلب سيبها لي في الكومنتات. اشوفك الفيديو اللي جاي. متنساش انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. سلام.